نهاية مباراة المنتخب السوداني وغينيا الاستوائية بتفوق المنتخب السوداني بهدف من ضربة حرة. والله ألف مبروك ألف مبروك على تحقيق 3 نقاط. مازال اللي عليكم انتم يا الجزائريين، الليلة لا تطول بركنا فاسو جو عن المنتخب السودان يعيش ورق فترات يعني تينا صعيبة والله. اللي يستاهل التأهل واللي يستاهل قاعد يحقق الكأس هم هون المنتخبات يعيشوا لحظات يعني ما تعرف شنو. غير المنتخب السودان أنا شايف له رواية بعلني شاهدت مبارياته كاملين وشوف جوارات يقاتلوا من أجل يفوزوا. المنتخب السوداني الكثير من الجوارات وين يتخرصهم من اللاعبين يتخرصهم، تقول ما يلعبوا من أجل أنهم يدوروا يحققوا نتيجة، يلعبوا من أجل المال والله من أجل ما تعرف شنو، ما هو من أجل منتخبهم يلعبوا لا من يعني ما تفهموا. أنا ما فهمت ما يلعبوا بروح قتالية، ما يلعبوا بروح فياك حد يحقق شر المنتخب، ما يلعبوا فياك يحققوا 3 نقاط، ما يلعبوا فياك يأهلوا منتخب، ما يلعبوا فياك يرفدوا رئيس منتخبهم، يلعبوا كلهم يلعب هواعي ما تعرف قاعد يلعب عشوائي ما تعرفهاش. الحقيقة ما من اللاعبين اللي قاتلوا يلا المدرب يلا سانجو يقبلوا اللاعبين اللي لا يقاتلون من أجل المنتخب. هاي اللاعب اللي عنده رأي فاز القينية الاستوائية طبعا يقدر لا حوطوا لا حظ ما هم بعضهم اللاعبين اللي يحققوا له شيء.